كيحيد لينا الالم ديال الراس، ديال اي حاجه في الذات ديالنا كيألمنا كتحيد. فما بالك الا درتيها هنايا تحت عينيك. انا راه كنديرها تحت عيني بحال ما هكا، سواء في النهار سواء في الليل فاش كنبغي نعس. السلام عليكم بنات، كديرين؟ لاباس عليكم بخير؟ بديت لكم هاد لا فيديو هذا اليوم من ماشي تخمال وانما غير تخميله خفيفه خفيفه. كتعرفوا ان الصالونات كيكونوا على الشرجم، كيكون فيهم الغبره، كتكون فيهم شحال من حاجه. وكتعرفوا انني دائما كنقول لكم حاولوا ما تجبدوش كلشي، كل بلاصه جبدوها نهار واحد فقط. صافي ما تجبدوش كلشي، يعني كل مره جبدي حاجه، لان منها ما كتعيش، ومنها انت كتعرفي شنو درتي. وهذا الفيديو هذا درتو لكم خصيصا واحد السيده ديما كتصيفط لي كتقول لي عافاك شاركي معنا روتينات، شاركي معنا. المهم ماشي غير الوصفات ديال الوجه، وانما شاركي معنا التطميعات ولا خرجتي ولا هكا. وبزاف ولا تيجيني هذا التساؤل بزاف بزاف. المهم انا لبيت الرغبه ديالكم وكنتمنى انهم يعجبوكم وتفاعلوا معاهم. والمهم راه ما كنبخلش عليكم باي حاجه، كتعرفوا انني اي حاجه جديده واي حاجه راه كنشاركها معاكم. وشكرا لكم بزاف وشحال المهم نعيم نشكر فيكم. المهم هنايا كما كتعرفوا ان كانوا عندنا شي ناس وصافي، وهنايا كما كتشوفوا راه بنتي كتجي هنايا كتزيد تحفظ صافي. ومهم جمعت الصاله، كتعرفوا انني يعني الا درت شي حاجه كنديرها بشويه عليا، ماشي كنجهد راسي ولا مثلا انني كندير شي حاجه كنجبد كلشي، لا بالعكس كندير كل حاجه بوحدها باش ما تعييش. وهذا بطبيعه الحال تعرفي شنو اللي درتي وشنو اللي رتبتي. صافي وهنايا غادي نشارك معكم واحد العطر، ماشي عطر، معطر زوين ديال العود، سميتو دهن العود. كنت كنشارك معكم في الفيديوهات القبل، كنشارك معكم ديال احساس زوين. وهذا حتى هو واعر، فيه ريحه العود كتخليه في كيبقاو في الخوامي، في المخاد، في بيوت النعاس، في الصالونات، في اي بلاصه راكي كتخليه ريحته واعره. المهم كيخلي لكم واحد الريحه زوينه بزوينه. انا اليوم درت لكم هذا الفيديو هذا باش عطلت لكم باش تشوفوه وتصوروه. اللي بغات تسكريني تاخذوا راه كاين عند هذا مال مواد التنظيف ولا الناس اللي كيبيعوا البخور، راه كتلقاو عندهم اشكال وانواع. وانما النوع اللي شاركت معاكم الا رجعتوا الفيديوهات القبل راه غادي تلقاو واحد النوع كنت شاركته معاكم كيخلي واحد الريحه في الدار، راه ما نعاودش لكم. وكيخليها في الفراش، في المانط، في سميتو في هذا، في الخوامي، في اي بلاصه كتكون عندك الريحه. وبطبيعه الحال كتبقى كتشمي ريحه النقا. وهنايا كما كتشوفوا هاد ريحه العود هو جربته وصراحه عطاني واحد الريحه زوينه. وكتشمي كما قلت لكم ريحه النقا من بعد ما كتسيقي وكتجمعي الدار وكتنقي. اخر حاجه كديري هي هذه. وش غنقول لكم، خذوه عينيكم مغمضين. غادي تقول لي بشحال؟ 1200 اللي كيدير. انا كيخلي ليا ب50 درهم بطبيعه الحال، راه كنتقدى عنده كلشي وكينقص ليا. واللي بغات العنوان نقول لها العنوان فين كاين. واي بلاصه مشيتو راه غتلقاو الناس اللي عندهم اللي كيبيعوا البخور واي حاجه كيبيعوا هذوك البخور الزوين، يعني راه غادي تلقاوهم عندهم. بعد ما سالي جيت اليوم نشارك معكم واحد الوصفه ديال الهالات السوداء تحت العين، اللي الصراحه وصفه زوينه ووصفه ديريها وغادي تلقاي عليها الاستحسان على البشره ديالك وعلى تحت عينيك وغتلاحظي الفرق. قبل كل شيء كما كتشوفوا انا طليا ليا شي حبوبات هنايا، وهذا الشيء كامل يا بنات ملي درت الخيط هو سبب قلت نجرب نحيد الفلامينغو ونجرب ندير الخيط. فاش كندير الفلامينغو يعني الموس تاع الحلاقه، فاش كنديرو والله يا البنات ما كيسبب ليا شي حاجه، بالعكس كينقي البشره وكيحيد ليا داك القشره وكيحيد ليا كاع جميع الاوساخ. وبعض المرات كتكون فيا ليكرو واخا غسلت وجهي كتبقى لينا في دوك لي بور، كيحيد ليا كلشي الصراحه ما نكذبش عليكم. وقلت بلاتي نجرب ندير الخيط راسي في الدار ودرتو، والصراحه نوض ليا دار ليا الفضيحه هذه ديال الحبوب. المهم البنات اللي ما تيجيش مع الخيط ما ديروش لوجهها لانه كيأثر على البشره بزاف بزاف. صافي هنايا غادي نشارك معكم الوصفه ديال هذا ديال الهالات السوداء، لان سولاتني واحد السيده وقالت لي عافاك ديال الهالات السوداء شاركها معنا. المهم هنايا كما كتشوفوا
غادي ندير شويه هنايا. تقولوا لي شنو هي هذه اللويزه. كتعرفوا اللويزه انها هذا مهدئ طبيعي، يعني كتشربيه كتهدئي الدوره الدمويه لانها صحيه بزاف. وكما كتشوفوا هي انا راه مطحونه، وحاولوا انكم تغربلوها. فما بالك الا درتيها تحت العينين راه كتمتص دوك العياء وكتمتص داك شنو داك التعب، وكيولوا بشويه كيتفتحوا. صافي. وغادي ندير معاها شويه ديال العسل، شويه. اللي ما عندهاش العسل دير، انا عندي هذا عسل حر. اللي ما عندهاش العسل الحر دير هذا غادي نخلطها. وغادي ندير معاها شويه ديال زيت الجليسيرين. كما كتشوفوا زيت الجليسيرين راه بقى ليا فيه شويه، ها نتوما بقى ليا فيه شويه. غادي ندير، انا ديما كنشارك معكم على الطبيعه. المهم كما كتشوفوا غادي تطبقيها على تحت عينيك وتخليها. تقدري ديريها في الصباح، في الغدا، بالليل، في وقاش ما عجبك ديريها. راه كنديرها انايا فوقاش ما كيكون عندي ديك لي ساغن داك العيا ولا مثلا الصهير كتستعمليها. والصراحه غادي تلاحظي الفرق، غتلاحظي الفرق من اول استعمال. فهمتي؟ كتعرفوا ان اللويزه راه اللويزه مهدئه، واللويزه انها كتهدئ لينا البشره وكتهدئ لينا لوكو وكتهدئ لينا الدقات تاع القلب، كتوازنهم. ما كان كيحيد لينا الالم ديال الراس، ديال اي حاجه في الذات ديالنا كيألمنا كتحيد. فما بالك الا درتيها هنايا تحت عينيك. انا راه كنديرها تحت عيني بحال ما هكا، سواء في النهار سواء في الليل فاش كنبغي نعس. مهم وكنخليها كتشرب مزيان وكنغسل. هذه وصفه غادي تجربوها وما غاديش تندموا عليها نهائيا. غادي ديروها وكونوا على يقين انها زوينه بزاف. لذلك يا البنات كما كتشوفوا غادي نخليها ونغسل وجهي، لانني دابا غادي نخرج. وهو دابا راه ما دايره لوجهي والو حتى شي حاجه، فقط درت ليه البارح بالليل الكريم اكليرسيسيون ديال اوسيغين، وهو اللي درت. واليوم في الصباح غسلت وجهي عادي. وها نتوما كما كتشوفوا درتها ونخليها حتى تنشف. وغسلوا وجهكم عادي يعني بالماء دافي ولا الماء يكون بارد ماشي مشكل. وطبقوها بيتو، تقدروا ديروها يوميا، ديروها بيتو، ديروها 3 ايام السيمانه فوقاش ما عجبكم ديروها. هنايا غادي نسد معكم لا فيديو وغادي نقول لكم السلام عليكم. تفاعلوا مع القناه ديالي. نتوما اللي شتي القناه ديالي اول مره دخلي وضغطي على زر الاشتراك باش توصلي بكل جديد. شكرا للبنات القدامات والبنات الجدادات هما، شكرا ليهم بزاف على التتبع ديالهم وعلى الميساجات الزوينه ديالهم. اللي بحالهم اي تساؤل راه كنجاوب عليه. وما تنساوش هي الوصفه ما ديروهاش عندكم، ما ديروهاش.